شمس FM بودكاست. ضيفنا السيد الياس فخفاخ وزير المالية. مرحبا بك سي الياس. اهلا وسهلا سي الياس. اليوم جريدة الشروق تكتب باش نقرا لك شنو اللي كتبت: أثار صمت السيد وزير المالية بخصوص شركات توظيف الأموال تساؤلات عديدة لدى الرأي العام، وأن وزارتك سي الياس مسؤولة وفق القانون بمراقبة كافة العمليات المالية التي تباشر في تونس، بل أن وزارة المالية هي التي تسند رخص الانتصاب لأي شركة أو مؤسسة في بلادنا. لو تحركت وزارة المالية ولو تحرك الياس الفخفاخ في الوقت اللازم ومنعت تلك الشركات من النشاط لما حدث ما حدث. تعليقك سي الياس؟ تحب تعليق؟ والله ايش باش نقول لك. شوف احنا راهو نتحركوا، مانيش قاعدين كل يوم كي نعملوا حاجه نخرجوا للاعلام ولا نخرجوا للجرايد ونقولوا راني عملت. احنا بالطبيعه فما برشا غلط في الكلام اللي يتقال. مانيش احنا اللي الرقابه هي من مسؤوليه البنك المركزي، ما هيش من مسؤولية وزارة المالية، وهذا معناتها قلة دراية. وهو داير الحقيقة برشا حوايج زم يوضحوا، يمشي ويسألوا وزير المالية على النقد، ويسألوا البنك المركزي على الإشراف على البنوك. يعني فما لخبطة مانيش فاهمين دور هالمؤسستين، وبالك لازمنا نعملوا برنامج نوضحوا فيه باش على الأقل حتى نوروا الرأي العام ونوروا حتى الإعلام كل واحد باش لاهي. الرقابة من البنك المركزي. احنا من اللي سمعنا الحكاية دي قديمة، معناتها من اللي سمعنا في 2012 في ابريل 2012 اعلمنا مباشرة محافظ البنك المركزي للتحري ولأخذ القرارات، وخاطر هي من صلاحياته هو. وفي نفس الوقت زاد اعلمنا وكيل الجمهورية، ومن بعد قعدنا نتابعوا في العملية. والبنك المركزي هو بيدو عمل مشى للقضاء ومشى الوكيل الجمهورية، هذا من ماي 2012 بعد ما تولى الوزارة. وفي أبريل 2013 بعد ما تكونت الحكومة وانا سمعت بالحكاية هذه اللي هي ما زالت متواصلة، يعني العملية ما وقفتش، عاودنا رجعنا بنفس الشيء، عاودنا حركنا الدوسي وعاودنا كاتبنا الوكيل الجمهورية. وانا تكلمت انا شخصيا مع وزير العدل في بداية شهر ابريل، وهذاك الكل والقضاء خذا مجراه. معناتها عمليات التجميد اللي صارت وهذه كله عملية بين القضاء. معناتها احنا قمنا باللي نجمه، اما احنا ما نجموش لا وزير ولا حتى محافظ البنك المركزي باش يمشي يسكر هو شركة. معناتها في البلاد هذه كما تعرف ما فموش المؤسسة تاخذ حقها، هي القضاء. وهك تشوف انت زاد للأسف. انا نتفكر حتى في المجلس التأسيسي في جلسة من الجلسات واغتنمت الفرصة هذيك وقلت ونبهت، قلت معناتها هذا خطير جدا، وأدعو كل المواطنين وأدعو النواب باش هما لأنهم هما في معناتها في جهاتهم باش معناتها يقولوا للمواطنين باش ما يلتجيوش للشركات هذه. محافظ البنك المركزي خرج أكثر من 10 بيانات، لأنه هذا من دوره، وأنا ما نجمش نخرج بيان، وخرج أكثر من بيان في الجرايد. وللأسف حتى كي تشد السيد في شهر أبريل المواطنين وبعض الإعلاميين زادة معناتها عطاوه فيترين ورجعوه الشخص، معناتها كأنه العمل اللي قايمة به الإدارة كله. وين دور المؤسسات هوني سي الياس كي المواطنين يطلبوا ولا الإعلام؟ سي فاسيل أدير، معناتها فما قضاء، فما وزارة، فما هياكل. الوزارة قامت باللي يلزم على، وخاصة البنك المركزي راهو هو معناتها اللي قام بالمهمة، لأنه من مهمته الرقابة المالية. واليوم معناتها عاودنا كيف معناتها باقي نعاودوا باش يجينا إذن بحل هالشركات هذوما، ثم بعد ما يجي الإذن بحلهم تم عملية التصفى حسب ما جاء في القانون. معناتها احنا ما نجموش نخالفوا القانون. وفي نفس الوقت للأسف ونقولها ونعاودها اللي صار بطء كبير في التعامل مع هالقضية هذه اللي هي بدأت من 2011. معناتها أنا قلت لك في 2011 صارت عملية كبيرة، في 2012 دوما أنا تخذينا الوزارة تعاودنا حركناها، وبضغط من الرأي العام وبنوع من التباطؤ قعد الوضع حتى التوا مازال هكايا، وما هي الشركة برك معناتها مازالوا فما تباطؤ من القضاء، تباطؤ من الناس الكل.
المفيد انا نحسب بالنتيجه. كونش كان انا نولي كوزير ماليه نمشي انا نشد نوقف، ما عنديش انا مانيش سلطه نتاع تنفيذ، حتى التنفيذ هو السلطات معناتها الامن هما اللي ينفذوا. هذا الكل للاسف معناتها اليوم حتى التو ما زلنا عندنا 4 شركات. انا كان نحسب